النهارده هنعمل كيكة البرتقان مع البرتقان المكرمل. الوصفة اللي من أول مرة هتعملها هتدمنها حرفيا. الكيكة هشة من جوه وطعمها خطير. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. أول حاجة هنبدأ بيها هنجيب برتقانة ونقطعها شرائح بالشكل اللي شايفينه ده علشان هنبدأ نكرملها. طاسة على النار هنحط نص كوباية سكر مع معلقة واحدة من المية أو ممكن تستغنى عنها، وهننزل بشرائح البرتقان ومعاهم كمان مكعب زبدة. يا دوب دقيقة بس على كل جنب هتكون البرتقان اتكرمل معانا. الكمية اللي أنا بعملها هتكون لاتنين بس، يعني حجم الكيكة هتكون لاتنين مش أكتر. لو عايز تعمل لكمية أكتر هتزود كل المكونات. بعد البرتقال ما تكرمل هنجيب الصينيه اللي هتدخل الفرن وهننزل فيها بورق الزبده وهندهنها بالزبده السايحه كمان، وهنرص فيها شرايح البرتقال بعد ما تكرمل وهنخليها على جنب علشان نبدا نعمل الخليط بتاعنا. في البوله هنزل بنص كوبايه من السكر وعليهم بيضتين وهضربهم، ممكن تشتغل يدوي او بالمضرب الكهربائي. المهم ان السكر مع البيض يبدا لونه يفتح شويه زي بالشكل اللي شايفينه كده بالظبط. وهنزل عليهم بمعلقه زبادي ونص كوبايه من الزبده السايحه وشويه فانيلا، برضه هضربهم تاني. وعليهم بعد كده قشر برتقال مبشور ونص كوبايه من عصير البرتقال الفريش ومعلقه ملح صغيره ومعلقه بيكنج باودر كبيره، وهنزل عليهم بالدقيق. هفضل ادرب فيهم لحد ما اخد القوام اللي انا عايزه. كانت هنا لسه العجينه عايزه كمان دقيق اكتر، زودت لها دقيق لحد ما خدت القوام المظبوط اللي انا بدور عليه بالشكل اللي شايفينه كده بالظبط. بعد كده هجيب الصينيه بتاعتنا اللي هتدخل الفرن وهنزل عليها بالخليط اللي عملناه. شايفين شكله حلو ازاي، وريحته كمان مع الزبده وعصير البرتقال الفريش مدينا شكل وريحه جميله جدا. هنسويهم كويس في الصينيه اللي هتدخل الفرن، والفرن لازم يكون متسخن قبل كده على درجه حراره من 160 ل 180 اقصى شيء، مش اكتر من كده. هنسيبها في الفرن لمده 45 دقيقه او لحد ما تكون بتدخل فيه العود الخشبي ويطلع معاك ناشف ما فيهوش اي شيء زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طالع ما فيهوش اي شيء كده. الكيكه بتاعتنا مستويه تمام. هنخليها على جنب تبرد شويه وهنبدا نقلبها وتعالى نشوف هتبقى عامله ازاي. هنشيل ورق الزبده بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده براحه خالص، وهنرش شويه من سكر البودره اذا حبيته، وهنبدا نقطع. صراحه الكيكه هشه من جوه، طعمها خطير، جربوها وان شاء الله تعجبكم. وفي نهايه الفيديو لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله.